السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي. إذا كنتم أول مرة تزوروا القناة، إذا حبيتوا المحتوى ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس. خلونا نبداو فيديو اليوم راح نشارك معاكم وصفة حلوى جافة واقتصادية تناسب تخدموها في عيد الأضحى، سهلة التحضير وبدون تعب. وصفة اليوم هي كعكعات الكاوكاو أو أساور الكاوكاو. نحتاج لهذه الوصفة مكونات بسيطة. نحط 125 غرام مارغرين تكون طرية، نخلطها بالباتور، نضيف لها 40 غرام سكر عادي ونخلط حتى يذوب السكر والمارغرين، وبعدها نضيف صفار بيضة ونكمل نخلط المكونات مع بعض حتى يندمجوا. نضيف 60 غرام كاوكاو محمص ومرحي أو لوز مرحي ونخلط المكونات. بعدها نضيف 2 ملاعق كبار كاكاو نوار ونخلطه. بعد ما يندمجوا كامل المكونات نحطهم بجيه ونجيبو 125 غرام فارينة نجوزوها في باسوار، ونضيف نص مغرفة صغيرة خميرة الحلوى ورشة ملح و25 غرام مايزينا ونفوتوهم كامل في الباسوار. من بعدها نخلطو مليح المكونات الجافة هذه، نخلطوها مع بعض مليح وبعدها نضيفوها للخليط الأول ونخلط مليح بسباتول. وفي الأخير نضيف لها 2 مغارف كبار حليب سائل وندمجها مليح حتى نتحصل على عجينة طرية. نقسمها لكرات، وزن كل كرة حوالي 30 غرام حتى 35 غرام. بعدها نشكلها على شكل أساور كما راكم تشوفوا. العجينة طرية بزاف وسهلة التشكيل. هذه الكمية تاع المقادير تعطينا 11 مقياسة، يعني 11 حبة تاع حلوى. هنا بعد ما نكمل العجينة اللي عندي نجيب بياض البيض نغمس فيه الحلوى ونرمدها في كاوكاو مرحي خشين أو لوز مرحي خشين اللي يكون متوفر. الحلوى بعد ما نكملها نستفها في صينية مرشوشة بالفارينة وندخلها الفرن ونخليها حتى تطيب حوالي 20 دقيقة حتى 25 دقيقة. بعد ما طابت الحلوى نخرجها وندردر عليها سكر جلاس كما راكم تشوفوا. وفي الأخير هاي ليك الحلوى في صحن تقديم، شكلها ما شاء الله، والبنة والخفة واش نقول لكم، روعة روعة. جربوها للعيد وما تندموش. في الأخير نتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. إذا حبيتوا المحتوى ما تنسوش تدعمونا بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. خلوا لي آراءكم واقتراحاتكم في التعليقات. إلى هنا وصلنا لنهاية الفيديو وشكرا على وقتكم. ما تنسوش الأفكار الصغيرة تقدر تغير يومكم وتخلي حياتكم أسهل. نشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. في أمان الله ودمتم سالمين.